ساعات لما بنقول ميسي فرنسا ناس كتير بتفتكر اننا بنقصد امبابي ولا جريزمان ولا اي حد من الجيل الحالي. بس لا، الموضوع مختلف. احنا بنتكلم عن اللاعب اللي خلى فرنسا كلها تتكلم عن موهبته وتديله اللقب ده. اللاعب الفرنسي من اصول تونسية حاتم بن عرفة. اللاعب ده قدر يوصل لاعلى المستويات بس فجأة اختفى تماما. والنهاردة بتاريخ الفيديو ده ملوش اي نادي بيلعب فيه. بن عرفة اللي كان موهوب وبيولع الملعب بقي من غير فريق. وعشان كده يا حبيب اخوك في الفيديو ده هحكي لكم قصة حاتم بن عرفة، القصة اللي مليانة نجاحات وكمان اخفاقات. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. رغم ان حاتم بن عرفة كان واحد من افضل مواهب فرنسا هو وزميله كريم بنزيما وقت ما كانوا في منتخب فرنسا تحت ال17 سنة، وكانوا عاملين دويتو رهيب. بس دلوقتي الفرق واضح جدا. بنزيما خد الكرة الذهبية وبقي من اساطير الكرة، في حين ان بن عرفة اللي زمان كانوا بيقولوا انه احسن من بنزيما النهارده من غير اي نادي ومحققش اي انجازات زي اللي عملها كريم بنزيما. والدليل على ده ان بنزيما بنفسه قال في تصريح: انا دايما بقول ان حاتم بن عرفة كان عنده موهبة ضخمة جدا، شفته بيعمل حاجات ما تتصدقش وهو في ليون، كان شبه ميسي، لكن للأسف اختياراته في مشواره الكروي ما كانتش صح، وده اللي خلته يخسر بريقه. طبعا دي شهادة قوية جدا من كريم بنزيما اللي بيعترف ان بن عرفة كان ممكن يبقى احسن منه. هو مش قصده ان بن عرفة بقى ميسي الجديد، بس قصده يوضح قد ايه كان موهوب. علشان نعرف السبب اللي خلى واحد من افضل مواهب القرن الحالي في فرنسا يختفي للابد، لازم نرجع للقصة من اولها. سنة 1987 وتحديدا يوم 7 مارس اتولد حاتم بن عرفة في ضاحية كلامار التابعة لمدينة باريس لأبوين تونسيين مهاجرين. أبو حاتم كان بيشتغل سباك في محل صغير، لكن الحقيقة إن الموهبة عند حاتم كانت باينة من وهو عيل صغير بيلعب في الحارة مع أصحابه، والكل كان مستغرب إزاي طفل مهاجر عنده الموهبة دي كلها. السر اللي محدش كان عارفه وقتها إن أبو حاتم نفسه كان لاعب كرة قدم محترف في تونس قبل ما يهاجر لفرنسا. يعني حب الكورة كان ماشي في الدم. وفعلا وهو عنده 7 سنين بدأ حاتم مشواره الكروي مع أندية صغيرة في فرنسا، يتنقل من فريق للتاني لحد ما جات له الفرصة الكبيرة سنة 1999 وكان عمره حوالي 12 سنة. ساعتها كشافين أكاديمية كلير فونتين الشهيرة شافوا حاتم ومهاراته المبهرة وقالوا الولد ده ما ينفعش يتساب ولازم ينضم لينا فورا. فراحوا لأبوه وقالوا له ابنك موهوب بشكل مش طبيعي، لو دخل الأكاديمية هنطوره ونخليه نجم كبير في فرنسا، وده هيغنيك وهيخلي مستقبلك ومستقبله مضمون. وطبعا ابو حاتم وافق من غير ما يفكر. واللي مش عارف كليرو فونتين هي واحدة من اشهر الاكاديميات في فرنسا متخصصة في صناعة النجوم من اللاعبين المهاجرين، وخرجت منها اسامي تقيلة زي تيري اونري وانيليكا وجيرو ومبابي. المهم انضم حاتم للاكاديمية، وهناك ما كانش هو الموهبة الوحيدة، كان معاه لاعب تاني مشهور جدا بعد كده اسمه ابو ديابي اللي لاعب مع ارسنال. الاتنين دول مع بعض كانوا دايما في منافسة، بس منافسة شريفة، كل واحد عايز يثبت انه الافضل قدام المدربين. المنافسة دي خلت حاتم يتطور بشكل مرعب في فترة قصيرة، ولما بقى عنده 15 سنة كان الكل متفق ان بن عرفة هو الموهبة الجديدة اللي هتكون امل فرنسا، وكل العيون كانت مستنية تشوف لحد فين ممكن يوصل. وبالفعل يا معلم مين اللي جه؟ نادي ليون اللي كان وقتها مسيطر على فرنسا بالبطولات، وقدم عرض لحاتم بقيمة 150 ألف يورو عشان ينضم للأكاديمية بتاعتهم. صحيح ان تشيلسي وآياكس كانوا بيتخانقوا عليه وعايزينه بأي ثمن، بس حاتم قرر انه يفضل في فرنسا وينضم لليون. بس تعرفوا مين كان معاه في الأكاديمية وقتها؟ مفيش غيره، هو الحكومة ابو ابراهيم كريم بنزيما. الاتنين دول عملوا ثنائي خارق وقدروا يوصلوا ليون لنهائي بطولة فرنسا تحت ال16 سنة. بن عرفة سجل في النهائي بس للأسف الفريق خسر. بعدها بسنتين بالتمام والكمال قرر نادي ليون يرقي الاتنين للفريق الأول بسبب الانسجام الرهيب بينهم، وكمان الأداء الأسطوري اللي قدموه مع منتخب فرنسا تحت ال17 سنة لما بن عرفة سجل تقريبا في كل المباريات وساعد فرنسا ان هي تاخد اللقب. وفي أول 3 مواسم مع الفريق الأول بنزيما وبن عرفة كانوا بيلعبوا كبدلاء، لكن في الموسم الرابع بقوا أساسيين. بنزيما انفجر بالأهداف وبن عرفة بقى صانع الألعاب الأول في الفريق، والإدارة ساعتها قالت كده تمام، الشباب دول زي السمنة على العسل مع بعض. لكن يا حبيب أخوك هنا بدأت المشاكل. الأول طلعت إشاعات عن خلافات بينهم لحد ما ظهر فيديو لبنزيما وهو متجاهل بن عرفة وقت دخول الملعب، والناس اعتبرت إن دي بداية انهيار للثنائي ده.
وبالفعل بعدها جت القشه اللي قسمت ظهر البعير، مشاكل مع المدرب ألان بيرن بسبب تكاسل بن عرفة وعدم التزامه. والمدرب قال له يا حاتم لو فاكر نفسك ميسي وبتعرف ترقص بالكوره ده ما يخلكش تتاخر على التمرين او تبقى اناني، هنا لازم الالتزام والا مش هتشوف الملعب تاني. والموضوع ما وقفش هنا، في تدريب حصل تدخل قوي بين المدافع سباستيان سيكلاتشي وبن عرفة، رد عليه بضربة والاشتباك كمل لحد غرفة الملابس. والإدارة دخلت تشوف الحق على مين، ولما افتكروا مشاكله القديمة في أكاديمية كلير فونتين قرروا يطلعوه غلطان وقالوا له يا حاتم مع السلامة، لم شنطك ومش هنجدد لك. بن عرفة طبعا اتصدم جدا وحس انه مظلوم وتايه. وقتها بدأت إشاعات انه مطلوب من مانشستر يونايتد وأرسنال، حتى اتقال ان ريال مدريد مهتم بيه. لكن في الآخر وبسبب عناده ورغبته في الانتقام من ليون انضم للغريم التقليدي مارسيليا بعقد قيمته 12 مليون يورو، وده كان سنة 2008. طبعا القرار ده كان صدمة لجماهيره، ازاي يروح لمارسيليا وهو العدو التقليدي لليون؟ لكن هو عملها ساعتها من باب الانتقام. والحقيقة انتقاله لمارسيليا كان نقطة سودة في مسيرته، في الوقت اللي بنزيما قدم موسم خارق وانتقل لريال مدريد عشان يلعب مع رونالدو وكاكا، كان بن عرفة قاعد في مارسيليا بأداء متوسط وندمان وبيقول ايه اللي جابني هنا، يا ريتني ما عملتش الغلطة دي. ولو فاكرين ان مشاكل بن عرفة خلصت بعد ما ساب ليون تبقوا غلطانين، لان الولد فضل بنفس العناد والعقلية. لان اول ما انتقل لمارسيليا بدأت المشاكل تطلع مع المدرب إيريك جيريتس، وكمان خناقات مع زمايله زي الخناقة المشهورة مع جابرييل سيسي. الموضوع ان بن عرفة كان عنده طبع حاد وعنيد وده غطى على موهبته الكبيرة. فمثلا هو عمره ما كان يقبل يبدأ ماتش من على الدكة، ممكن ينزل اساسي ويتغير بعدين عادي، لكن يبدأ احتياطي استحالة. وده طبعا يخلي اي مدرب في العالم يزهق منه حتى لو كان ميسي او رونالدو. اول موسم ليه مع مارسيليا كان ضعيف، لكن في الموسم الثاني 2009-2010 لعب دور مهم جدا وساعد الفريق يحقق لقب الدوري بعد غياب 18 سنة، وكمان كسبوا كاس فرنسا مع المدرب ديديه ديشامب. لكن في الموسم الثالث وبعد ما بقي نجم الفريق الاول وحامل رقم 10 رجع يعمل المشاكل من جديد. ففي نص الموسم قرر انه عايز يسيب النادي ويروح نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي. والمشكلة انه طلع في الاعلام وهاجم ديشامب وادارة مارسيليا وقال عليهم كدابين وما بيهتموش بيه، وقال جملة شهيرة انا مجرد كيس غسيل متسخ، وهدد انه يقعد سنة كاملة على الدكة لو النادي ما وافقش يسيبه. طبعا بعد الفضيحة دي مارسيليا وافق يسيبه يروح نيوكاسل اعارة بموسم واحد مع احقية الشراء ب 2.5 مليون استرليني. واول ما وصل ملعب سان جيمس بارك بن عرفة رجع يلمع شوية، فابدع بمراوغاته ولمساته والجماهير رجعت تشوف لمحات عن موهبته. لكن الحظ السيء عمره ما هيسيبه. في ماتش ضد مانشستر سيتي لاعبهم الهولندي دي يونج عمل تدخل عنيف جدا عليه، كسر له رجله الشمال كسور مزدوجة وده خلاه يبتعد عن الملاعب 6 شهور كاملة. رغم كده نيوكاسل قرر يشتريه نهائي من مارسيليا ب6 مليون استرليني، وده تقديرا لموهبته ورغبته انه يلعب معاهم. بس تاني يوم تقريبا المنحوس رجع اتصاب في مباراة ودية قبل بداية الموسم وغاب اسابيع تانية. واول ما رجع فضل يقدم لمسات جميلة مع الفريق بس ما كانش بيسجل لحد ما سجل اول هدف ليه في يناير ضد بلاك بيرن، واللي الجماهير وصفوه بهدف خيالي خلى الناس تقول الواد ده عنده حاجة مش طبيعية. وفي موسم 2011-2012 بن عرفة رجع يتألق وساهم مع نيوكاسل يوصلوا للمركز الخامس في الدوري وحققوا انتصارات كبيرة على ليفربول وتشيلسي، والجماهير كانت بتستنى كل ماتش ليه عشان تشوف لمسة سحرية بيعملها او هدف عالمي او تمريرة مختلفة. وعلى الرغم من المشاكل اللي عملها بن عرفة مع ديشامب، لكن نجاحه خلى ديشامب يستدعيه لمنتخب فرنسا في يورو 2012، لكنه لعب 60 دقيقة بس وبعدها فرنسا ودعت البطولة من دور ال16 قدام اسبانيا. فرجع انجلترا وبدأ موسم 2012-2013 بشكل ناري، سجل هدف صاروخي في الافتتاح ضد توتنهام وكمل بنفس المستوى، لكن كالعادة الاصابات رجعت له تاني. اتصاب نص الموسم وغاب 3 شهور، رجع يلعب شوية وبعدها اتصاب تاني وغاب شهر كامل، والموسم خلص ونيوكاسل بيصارع الهبوط. وفي موسم 2013-2014 اللي كان اخر موسم لبن عرفة مع نيوكاسل يونايتد، فده بصراحة كان موسم كارثي بكل المقاييس. مستواه نزل بطريقة غريبة والراجل بقى واقف في الملعب كأنه متفرج بالظبط، يعني بيلعب على الواقف، لدرجة ان جماهير نيوكاسل كانت بتقول ان عندهم 2 ما بيتحركوش، الحارس وبن عرفة. وفوق ده كله مشاكله مع الفريق والإدارة كترت جدا لحد ما النادي قرر يتخلص منه بأي
باي طريقه، وبالفعل انتقل اعاره لفريق هال سيتي. بس كالعاده اول ما وصل هناك دخل في مشاكل مع المدرب ستيف بروس، فالنادي فسخ الاعاره بعد 3 شهور بس، والنتيجه انه قعد نص سنه كامله من غير ولا نادي، وعقده كمان كان خلص مع نيوكاسل. يعني الراجل قاعد في البيت بيفصص لب وبيفكر هو انا لسه لعيب كوره ولا لا، لحد ما في 1 يوليو 2015 نادي نيس في فرنسا قرر يديله فرصة جديدة كلاعب حر. وهنا بن عرفة صرح وقال انا مستعد اروح العب حتى لو كان في القطب الشمالي، المهم ارجع العب كورة تاني. وبالفعل قعد الصيف كله ملتزم بتدريبات صارمة جدا، والناس في فرنسا كانت مستنيين يشوفوا هيعمل ايه. المدرب كلود بويل استقبله هناك كأنه اب روحي، وبنى الفريق كله حواليه على انه صانع الالعاب ونجم النجوم. وساعتها بن عرفة انفجر في الملاعب، تمريرات طويلة وتسديدات صاروخية ومراوغات ترجعك لأيامه في اليون. الناس شبهوه بجون سنو لما مات ورجع للحياة في جيم اوف ثرونز. الموسم ده لوحده سجل 18 هدف وصنع 7 أهداف، يعني ساهم في 25 هدف، وخلى النيس يخلص الدوري في المركز الرابع. صحيح المركز ده ما بيوصلش لدوري الأبطال، لكن كفاية انه رجع موهبته تاني للنور، والجماهير كانت متعطشة تشوفه في الموسم اللي بعده. نيس طبعا كانوا عايزين يجددوا عقده، لكن كالعادة بن عرفة دماغه كانت ناشفة، وقرر يسيبهم ويروح باريس سان جيرمان بعقد 2 بعرض مدلل من الإدارة. فبدأ الموسم الأول مع باريس بشكل كويس، وخد معاهم كاس السوبر الفرنسي في موسم 2016-2017 على حساب ليون. لكن المدرب اوناي إيمري ما اقتنعش بيه، فبن عرفة لعب 32 ماتش بس اغلبهم كان كبديل. وقبل الموسم الثاني المشاكل رجعت برضه، بس المرة دي مش مع المدرب، مع رئيس النادي نفسه ناصر الخليفي. الكلام وصل للخليفي ان بن عرفة بيتريق عليه وبيألف نكت باسمه، بس مين بقى اللي كان بيفتن عليه الله اعلم. هو اكيد لاعب في الفريق نقل الكلام. المهم الخليفي خد موقف وامر المدرب ان الواد ده ما يلعبش ولا ماتش واحد، وفعلا قعد موسم 2017-2018 كله متجمد على الدكه لحد ما خلص عقده وانتقل حر لنادي رين. وهناك عمل المفاجاه الكبيره، خد كاس فرنسا 2018-2019 على حساب مين؟ على حساب فريقه السابق باريس سان جيرمان بركلات الترجيح. لعب معاهم 41 ماتش، سجل 9 وصنع 6، لكن برضه خرج بمشاكل في غرفه الملابس. ومن هنا دخل في نفس الدوامه من غير نادي 6 شهور. بعدين بلد الوليد في اسبانيا يديله عقد 6 شهور، لعب فيهم 5 ماتشات بس. بعد كده راح بوردو، شارك في 23 ماتش، سجل فيهم 2 وصنع 4، وبرضه خرج بخناقه. عشان يجي الدور على ليل اللي لعب معاهم 9 ماتشات بس، لحد ما المدرب كريستوف جالتيه اللي كان اتخانق معاه زمان في باريس رجع الخلاف القديم وفسخوا عقده في يناير 2022. ومن وقتها حاتم بن عرفة قاعد في البيت عنده 36 سنة، ما اعلنش اعتزاله الرسمي وبيستنى اي نادي يطلبه. فالخلاصة يا حبيب اخوك ان الموهبة لوحدها ما تكفيش. بن عرفة كان ممكن يبقى واحد من اعظم لاعبين جيله، لكن عناده وقراراته الغلط واصراره انه يعتمد على المهارة بس دمروا مسيرته. زي ما قال ديشامب عنه ان بن عرفة ممكن في اي لحظة يعدي من 3 أو 4 لعيبة ويعمل حاجة سحرية. بس الكورة مش مهارة بس، الكورة سلوك كمان. فأتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في حلقات جاية كتير.